البداية مع الفقرة المنوعة وفيها حنحكي عن واقع الشعر وتجربة ضيفنا الشعرية. بفقرة شخصيات غيرت العالم حنتعرف على شخصية جورج ستيفنسون، وبفقرة الموضة حنتعرف على فعاليات موسم الرياض. أما الختام مع فقرة معلومة سريانية وفيها حنتعرف اليوم على شخصية العلامة ابن العبري. مشاهدينا مشوارنا معكم بلش، ما تروحوا بعيد، فاصل وراجعين. الشعر اللي هو صوت الروح. بالشعر يعبر الإنسان عن مشاعره، عن مكنونات نفسه، عن كل شيء حابب يعبر عنه. وتعيش الحركة الشعرية اليوم بين الحفاظ على أصالتها ومواكبة التجديد ليضل الشعر قريب من الناس بكل زمان ومكان. تماما، حتى أنه الشعر يعتبر أرقى أشكال وأنواع التعبير الإنساني. بينسج الشاعر من خلاله كلمات ليعبر من خلالها عن أفكار، عن مشاعر وأحلام بأسلوب جميل وملهم. الشعر أيضا يعتبر فن لغوي بيعتمد على الإيقاع، الموسيقى والصور الإبداعية لحتى يأثر الشاعر من خلال هي الأشعار بالجمهور المتلقي. وضيفنا اليوم خير من صاغ من كلماته أبيات شعرية أثرت فينا كجمهور مستمع وجمهور قارئ. مثل سوريا بكثير من المسابقات والمهرجانات الدولية وحاز على الكثير من الجوائز العالمية. خلونا مشاهدينا سوا نرحب بضيفنا اليوم الأستاذ الشاعر علي جمعة القعود. يسعد لي صباحك، نورت برنامجنا. صباح النور، وأنا سعيد جدا بهذه الاستضافة الكريمة. يسعد صباحك، سعيدين بتواجدك معنا وفخورين انه انت باستوديوهات سوريو. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا استاذ تحكي لنا عن واقع الشعر بسوريا، وما هي ابرز المدارس اللي برزت مؤخرا؟ والله الشعر في سوريا دائما يشهد نموا مستمرا ومميزا عن باقي التجارب الشعرية في الوطن العربي. ولكن بالنسبة لموضوع المدارس أنا لا أرى أن هناك مدارس في الشعر أسوة بالفن التشكيلي، لأن هناك بالفن التشكيلي المدرسة مثلا التكعيبية والمدرسة، أما في الشعر هناك تجارب خاصة وليست هناك مدارس، لأن الشاعر قد يكتب شعرا رمزيا وقد يكتب شعرا واقعيا. ولكن هناك نزار قباني بشكل استثنائي، طبعا أنا من وجهة نظري أسس مدرسة خاصة به، يعني أي قصيدة نقرأها لأول مرة نعرف أنها لهذا الشاعر. أكيد. فالبصمة المميزة هي التي تعتبر مدرسة للشاعر وليست مدارس هامة مثلا أو مفرزة. ولكن هناك القصائد، الشكل القصيدة مثلا إذا نعتبره مدرسة، هناك مثلا شكل عمودي، شكل تفعيلة، ومؤخرا النثر، فهذه تعتبر هي المدارس أتوقع. تماما، جميل جدا هذا الحكي أستاذ علي. وحابين نعرف من حضرتك، أكيد في عنا مؤسسات تعنى بأمور الشعراء والشعر بشكل عام، لكن برأيك الشخصي هي المؤسسات الثقافية هل توفر بيئة داعمة لدعم الشعراء ودعم الشعر، أم أنها تقدم إمكانيات خجولة نوعا ما؟ والله طبعا هناك في سوريا مثلا هناك مؤسسة اتحاد الكتاب العرب التي أنتمي إليها، وهناك الهيئة العامة السورية للكتاب. طبعا هاتان المؤسستان قامتا بدور كبير في نشر كتب هائلة في كل المجالات، الشعر، قصة، رواية، بحث، ترجمة، أدب الأطفال. يعني حتى على صعيد أدب الأطفال بدأنا نشهد تطورا ملحوظا وكتب ثرية جدا. جميل. طبعا هناك إمكانات معينة، يعني خلال الأزمة ربما تغير الدور قليلا بسبب الإمكانات المادية، فتحولت بعض الصحف مثلا إلى صحف إلكترونية، وحتى عدد نشر الكتب تغير مثلا من 1000 نسخة مثلا إلى 200 نسخة أو من هذا القبيل. ولكن يبقى الأثر الكبير لهاتين المؤسستين الهامتين، دور كبير في تطور النشر بالنسبة للكتاب والأدباء السوريين. أستاذ خلينا نوقف عند شغلة، هل أقيمت بسوريا مهرجانات أو فعاليات ثقافية تدعم الحركة الشعرية أم لا؟ طبعا المهرجانات بشكل أسبوعي وشهري. حلو. يعني المهرجانات خصوصا خلال الأزمة أنا لاحظت أنه كثرة المهرجانات والأمسيات والندوات. طبعا وهنا في القامشلي هناك مهرجان القامشلي السنوي للشعر منذ أيام انتهى. طبعا أنا لم أشارك فيه
قليلا يمكن مرة أو مرتين بسبب طبيعتي الخاصة بعدم الرغبة في الظهور بالمهرجانات والأمسيات، ولكن المهرجانات مستمرة وبنشاط ملحوظ جدا. وأنا أرى أن من وجهة نظري أنه في سوريا المهرجانات أكثر من باقي الدول العربية، يعني مهرجانات دائمة لا تتوقف رغم الخصوصية لبعض المهرجانات العربية من حيث الإعلام والإمكانات الهائلة والإمكانات الخجولة للمهرجانات من حيث الأمور البهرجة المادية وغيرها، ولكن المهرجانات والأمسيات مستمرة وبشكل دائم يعني. جميل جدا أستاذ علي. رغم الظروف الصعبة وظروف الحرب والسنوات الصعبة اللي مرت على المنطقة والظروف الاقتصادية، ما زلنا عم نشهد هيك نوع من الفعاليات المهمة جدا للمهرجانات الشعرية وإعطاء اهتمام كبير للشعر. هاي خطوة جدا نوعية عنا بالمنطقة. طبعا لأنه الشعراء السوريين كما قلت لك إذا استثنينا باقي الأدباء من الكتاب القصة طبعا. فعلا لديهم تجارب هامة تستحق أن تظهر إلى الضوء عليها طبعا. ولكن هناك ظلم في الحقيقة، وخصوصا خلال الأزمة من المهرجانات العربية. فالمهرجانات التي تقام في الدول العربية نادرا جدا ما يستدعون أديبا سوريا إلا إذا تكون له علاقات شخصية مع هؤلاء، وهذه الأمور بصراحة أثرت على نفسية الأديب السوري تماما. أستاذ علي، بنعرف بأنه الشعب السرياني مثل ما كان له بصمة بكثير من المجالات الثقافية والفنية، كان له بصمة شعرية أيضا، وأفرز عن أدباء وكتاب وشعراء سريان. حابين تخبرنا أكثر عن أبرز الشعراء السريان يلي برزوا بسوريا من خلال طبعا معرفتك الشخصية أو حتى أنك سمعان عنهم، فحابين تخبرنا أكثر عن الموضوع. طبعا أنا قرأت لكافة التجارب خصوصا في المنطقة باعتبارها أقليات وأثنيات وطوائف وقوميات، فأنا طلعت على الشعر السرياني، على الشعر الكردي، على الشعر الفارسي، يعني اطلاعاتي الحمد لله يعني واسعة جدا. فبالنسبة للشعر السرياني هناك قسمان: الشعراء السريان الذي يكتبون بالسريانية، وهؤلاء أنا لم أطلع على تجاربهم بحكم جهلي باللغة طبعا، ولكن هناك شعراء سريان يكتبون باللغة العربية. فأذكر لك أبرز ما قرأت لهم. هناك مثلا الشاعر المغترب جوزيف قورية يكتب قصيدة جميلة جدا، وهناك الشاعر الراحل جاك صبري شماس الذي لقب بشاعر الخابور في مدينة الحسكة جميل. وهناك أيضا الشاعر إبراهيم إسحاق موجود هنا في القامش، أنا برأيي تجربته ثرية جدا ويكتب بأسلوب مبتكر. جميل جدا. أكيد نحن نفتخر بوجود شعراء وكتاب وأدباء السريان حتى عم يوصلوا لكل شعوب المنطقة، عم يكتبوا هذا الشعر مو بس فقط للشعب السرياني إنما للجمهور المتلقي بشكل عام. طبعا أكيد. أستاذ، حابين نتعرف أكثر عن تجربتك الشخصية بالشعر، شلون بلشت، شلون كانت بداياتك، تخبرنا شوي عن هذا الموضوع. والله أنا ذكرت في أكثر من مناسبة وفي أكثر من لقاء يعني أنني بدأت في المرحلة الإعدادية ككل أغلب الشعراء، يعني هي الموهبة تظهر مبكرا أحيانا بواكير، أحيانا بالطفولة أيوة كمان أيوة بالمدرسة كذا. فالأساتذة اللغة العربية دائما هم يكتشفون. وأنا في الصف الثاني الإعدادي كانت هناك مدرسة اسمها جميلة حامد، هاجرت من فترة أنا متواصل معها إلى ألمانيا. طبعا هذه كان لها الدور الأكبر وفي تشجيعي، وبعدها أستاذ المرحلة الثانوية انتقلت إلى دير الزور، درست الثانوية في دير الزور، وهناك في دير الزور كان ثقافة من نوع آخر ونشاطات هامة هناك في منطقة الفرات. وأنا في المرحلة الثانوية بدأت أشارك في أمسيات ويفسحون لي المجال هناك، فكان التشجيع الذي لقيته في دير الزور الأثر الأكبر في تطور التجربة الشعرية. تماما أكيد. نعرف أستاذ علي بأنه كل شاعر في له خصوصية من خلال الشعر يلي بيكتبه، بيتناول قضايا معينة، بيتطرق لأشياء مجتمعية أو أشياء شخصية. الشعر يلي بتكتبه حضرتك، شو هي أبرز القضايا يلي تطرقت لها؟ وحابين كمان تعطينا لمحة عن أبرز الدواوين الشعرية اللي أصدرتها. طبعا في البدايات دائما في مرحلة المراهقة الغزل هو المهيمن تماما. المراهق لا يلتفت إلى القضايا الوطنية وغيرها. صحيح. فيما بعد طبعا ومع الأيام صقلت التجربة وبدأنا نحتك بالحياة أكثر وبأوجاع الحياة أكثر، فجاءت القصائد تحولت من غزلية إلى وجدانية. حلو. وأيضا فيما بعد لامست الواقع الإنساني، فكانت القصائد إنسانية بامتياز. فأنا أخذت في جميع المواضيع يعني بدون استثناء يعني. وخلال الأزمة السورية كتبت قصائد كثيرة عن أوجاع الناس المشردين النازحين، عن أوضاع الناس الذين عانوا من فترة الحرب السورية. فبالنسبة للدواوين التي أصدرتها
كان أول ديوان لي كانت أولا أصدرت مجموعات صغيرة: أجراس الحب، لا تتركني بعد الآن، مدينة عشق، ويوميات مواطن عربي. طبعا تم جمعها لاحقا في ديوان قصائد آيل للقنوط عام 2007 أصدرته الأسرة السريانية الأسخينية على نفقتها. وبعد ذلك ديوان آزخ وقصائد أخرى. طبعا هذا الديوان ذكرت أكثر من مرة. في ثلث الكتاب يتناول قضية المذابح التي تعرض لها الأرمن وبشكل أبسط السريان والشعب السرياني، وفي ثلثين الباقيين من الديوان كان هناك قصائد متنوعة آزخ وقصائد أخرى. تقدمت بالديوان لوزارة مسابقات وزارة الثقافة، كان في الشعر جائزة سليمان العيسى، وفاز في المرتبة الثانية. رغم أنه في تلك الفترة عام 2008 لم يكن الحكومة السورية تعترف بعد بالمجازر، فيما بعد اعترفت، ففاز رغم هذا البند الهام اللجنة، ولكنه لم يطبع على نفقة الوزارة كما وعدوا، لأنه طبعا يخالف خطة الوزارة من حيث الموضوع. تماما. أستاذ علي، عم تحكي عن ديوان آزخ، ومهم جدا أنك تطرقت لقضية عم ينادي فيها الشعب السرياني، قضية مجازر السيفو اللي كثير من الدول لسه ما اعترفت فيها. برأيك الشخصي شو أهمية إصدار هذا الديوان؟ هل قدرت أنك تحرك شوي ولو من الرأي العام لحتى يتضامنوا مع هالضحايا ولحتى يتم اعتراف دولي بهي المجازر؟ والله الديوان حقق انتشار واسع، يعني بصراحة العبارة. حتى قصيدة آزخ محور الديوان التي تشكل ثلث الديوان نشرت في جريدة الزمان الدولية العراقية في لندن. أفردوا صفحة كاملة في جريدة هامة جدا تصدر بعدة طبعات في دول عربية. أصدروا صفحة كاملة للقصيدة، القصيدة طويلة فنشرت. وبعد ذلك الأسرة الأسخينية مشكورة مرحوم المطران بهنان هندو قاموا بتكريمي في فندق الميريلاند عام 2010، أعطوني درعا وكذا. فالديوان أيضا طبعوه على نفقتهم ووزعوه على الأسر السريانية الأسخينية مجانا في عيد الفصح. وقام الأستاذ حنا بهنان بترجمة قصائد منه إلى السريانية ليطلع السريان الموجودين في أوروبا الذين لا يعرفون العربية من تركيا وغيرها ليطلعوا على الديوان. فالديوان حقق انتشارا هائلا، حتى ذكروه في قناتكم أكثر من مرة. أستاذ علي، بما أنه عم نحكي عن ديوان آزخ وأهميته أكيد للشعب السرياني وشعوب المنطقة، حابين من حضرتك تسمعنا ولو القليل من الأشعار المكتوبة بهذا الديوان. والله هي قصيدة تفعيلة طويلة كما ذكرت لك، ولكن هناك مثلا مقاطع، مثلا: آزخ أصغر مدن العالم، أكبر مدن الروح، وأعظم من مقصلة نصبت لإبادة شعب لا يعرف إلا الطهر نقاء، إلا نور الشمس عطاء، إلا لوحة عشق رسمت. حلو، كتير حلو، كتير حلو هذا الحكي، وإن شاء الله يسهل صوتك وأصواتنا جميعا لحتى نقدر نحرك هاي القضية، قضية الرأي العام بالاعتراف بمجازر السيفو إن شاء الله. رغم أنه مداخلة، رغم أنه أصبحت هناك وحدثت مجازر كثيرة، المجازر السورية أيضا تماماً ليست قليلة يعني تماماً أكيد. والمجازر التي الإنسانية في كافة العالم تعرضت لمجازر تماما. فقضية السيف هي جزء. أكيد ما مات حق وراء مطالب، لكن كل حدا يطالب بحقوق شعبه، هذا الشيء طبيعي. أكيد. أستاذ، تخبرنا شوي عن التحديات اللي أنت واجهتها بخلال مسيرتك الشعرية، وإيش هي أبرز التحديات اللي ممكن تواجه أي حدا، أي شاعر بسوريا عنا؟ والله موضوع النشر، أنا مثلا أعيش في مدينة القامشلي التي تبعد مئات الكيلومترات عن العاصمة. طبعا هناك المسؤولين عن الصفحات الثقافية في البدايات لا ينشرون لأي شخص إلا إذا كان قريبا منهم طبعا. فموضوع النشر، رغم ذلك أنا بجهود شخصية نشرت في صحف ومجلات خارج الوطن العربي. بصراحة يعني أنا نشرت مثلا أكثر من 20 قصيدة في جريدة أخبار المصرية الهامة جدا، أكثر متابعين. كان رئيس تحريرها الروائي المعروف جمال الغيطاني الراحل، ومدير تحريرها الروائي المعروف عزة القمحاوي. فكانت هذه الجريدة نادرا ما تنشر لسوريين، فأصبح المثقفون المصريون بأغلبيتهم يعرفون اسمي يعني من خلال جريدة أخبار الأدب المصرية. حتى أن فيما بعد ومرحلة لاحقة وخلال الأزمة قامت دور نشر مصرية بطبع أكثر من 6 دواوين لي على نفقتهم الخاصة. جميل جدا. مثل دار ببلومانيا، دار ديوان العرب، دار الفراعنة.
جميل جدا. أكيد أستاذ علي، ما شاء الله مسيرتك الشعرية حافلة جدا بالمشاركات الدولية والعالمية بالمهرجانات والمسابقات الشعرية. حابين تخبرنا أكثر عن هاي المشاركات، شو أضافت لك هاي التجربة، وأبرز الجوائز اللي حصلت عليها كانت هي جائزة مانديلا للآداب، فحابين تخبرنا عن الموضوع. والله بالنسبة للمهرجانات والأمسيات قلت لك أنني قليلا ما أشارك تحت الإحراج أحيانا بسبب ضعف الإقبال الجماهيري. حتى أحيانا عندما تحيي أمسية شعرية وتدعو أصدقائك يأتون على مضض، يعني محرجين تماما. فالإنسان يلقي قصيدة مثلا أو ينشر قصيدة على صفحته قد يلقى متابعين أكثر من الحضور. أحيانا يأتون في ظروف مطر أو جو حار أو كذا أو مكرهين يعني. أيوة جايين. بالضبط. فأنا ضد هذه الفكرة، أنا أعتبرها نوع من الدكتاتورية أن تحيي أمسية شعرية أو تشارك فيها وتجلب الجمهور غير راغب مثلا. تماما. لكن الإسهامات الدولية أكيد مهمة. الإسهامات الدولية والله أنا بصراحة لم أشارك إلا في مسابقة أمير الشعراء في أبو ظبي. قدمت القصيدة لمسابقة أمير الشعراء. طبعا هذه المسابقة تقام كل سنتين في أبو ظبي، تلفزيون أبو ظبي. المسابقة هي في سنة شاعر المليون بالشعر النبط الشعبي، والسنة التي تليها في الشعر الفصحى، في الشعر الفصحى. وطبعا أنا شاركت في عام 2013 في الموسم الخامس، وطبعا على أمام اللجنة التمهيدية التي أقام أولا هناك لجنة تمام. تمهيدية أكيد. لتقبل المتسابقين الذين ينتقلون إلى مرحلة 40 والعشرين. 20 طبعا على الهواء مباشرة. فهذه اللجنة رفضوا قصيدتي لأنها كانت تتحدث عن الوضع السوري. قصيدتي كان عنوانها دم صار ماء. تماما. فألقيت القصيدة ولكنهم بكافة الوسائل حاولوا استبعادها، لأنه بالنهاية برنامج تلفزيوني وكان لهم وجهات نظر خاصة حول موضوع المسألة السورية. تماما. أكيد. تماما. أستاذ تخبرنا برأيك شلون يمكن تحسين واقع الشعر والحركة الشعرية وما المطلوب؟ والله الشاعر ليس يطلب دائما من المؤسسات أن تحسن الواقع الشعري. الشاعر طبعا يقوم بجهوده الخاصة بإبراز نفسه. طبعا المؤسسات لم يكن هناك الشعراء الكبار يتبعون لمؤسسات، مثل نزار قباني لم يكن يتبع لمؤسسة، عبد السلام العجيلي لم يكن عضوا في أي مؤسسة مثلا، بدون هؤلاء الرموز طبعا، لا بدون مقارنات. فالشاعر ليس دائما يتكل على المؤسسات. المؤسسات قد لا تقدم شيئا، قد تقدم ظروف نشر أو كذا، أما الشاعر هو الذي يبرز نفسه ويبرز صوته عبر إسهاماته، عبر الجوائز التي يحصل عليها وتطوير تجربته يعني. أكيد أستاذ علي، هلا رح نحكي شوي بشفافية. اليوم بظل تطور التكنولوجيا والسوشيال ميديا بشكل عام، عم نشوف الشباب كتير عم ينجذبوا للمواقع الإلكترونية. برأيك الشخصي السوشيال ميديا والتطور التكنولوجي أثر سلبا على إقبال الشباب على كتابة الشعر أو حتى الاطلاع على الشعر، أم أنه لعب دور إيجابي؟ طبعا أكيد دور إيجابي لأنه وصل إلى أكبر شريحة، ولكن يبقى الجمهور العربي في ظل أنا قرأت آخر استطلاع أن القراءة في الوطن العربي أصبحت 0.7 ضعيفة جدا. فإذا طبعا في السوشيال ميديا هناك قراءات أكبر من الشعر. صحيح. يعني عذرا عن القصيدة، ولكن رغم ذلك قد تكون قصيدة مميزة لشاعر مميز تلفت نظر الجمهور حتى إذا لم يكن لديه اهتمامات شعرية. فالشيء الجيد يرفض نفسه. أما أن نطالب الجمهور يتابع كافة التجارب الشعرية، رغم أن وسائل التواصل الاجتماعي هي ليست للأدب والشعر، هي لكافة المسائل الاجتماعية وغيرها. صحيح. ولكن الشعر الجيد يفرض نفسه أحيانا. صحيح. بس برأيك أنه ممكن تساعد السوشيال ميديا الشاعر مثلا إذا في عنده خواطر أو عنده بدايات، ممكن يبلش عن طريق النشر على الفيسبوك مثلا؟ طبعا، ولكن البعض المثقفين يعرفون أن هذا الشاعر له تجارب أخرى قبل الفيسبوك مثلا. تماما. ولكن الفيسبوك وحده لا يصنع شاعرا. أكيد. صحيح. أكيد. تمام. ممكن يساعد شوي بانتشاره، بس أكيد ما هو الأساس. هي الموهبة هي أساس كل شيء. طبعا، لأنه هلا أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي هي العامل الأكبر، لأنه حتى الكتب الورقية في غالبيتها أصبحت كتب إلكترونية. PDF. هلا العالم كله تحول وسيتحول إلى عالم إلكتروني. صحيح. الكتاب الورقي بدأ رغم جماليته بدأ يفقد وجوده. صحيح. بالرغم من أنه القراءة الورقية هي أمتع بكتير، لكن ظروف الحياة هيك توصل. تماما. أستاذ تخبرنا عن دورك بمسيرة الشعر السورية، أين تضع نفسك، أين تقيم نفسك، ما هي الجوائز اللي أنت حصلت عليها لحتى تصل لهي المرحلة؟
ولا أقول لك بصراحة شديدة، أنا بدون مبالغة وبدون تعالي وكذا أنا أعتبر نفسي من أهم الشعراء السوريين، ليس أهم، من أهم. لماذا؟ لأنني نشرت وقلت لك في جرائد هامة جدا وكبرى، حتى في مجلة العربي الكويتية منذ تأسيسها عام 1958 نشرت لأقل من 8 شعراء سوريين خلال مسيرتها، وهي مجلة راقية وقوية جدا. أنا نشرت فيها أكثر من مرتين، مجلة العربي الكويتية، وحتى حاليا بدأت أنشر في مجلة العربي الصغير قصائد الأطفال. وكما ذكرت لك جريدة أخبار الأدب، كنت أبعث القصائد على إيميل رئيس التحرير جمال الغيطاني شخصيا، وكان يشيد بقصائدي. وأيضا الجوائز التي حصلت عليها خلال الأزمة، أنا لم أتراجع، كثير من الشعراء صمتوا أو تراجعوا خلال الأزمة السورية، ولكن في عام 2015 حصلت على جائزة غسان كنفاني في رام الله على قصيدة نازحون. حلو. من بين 450 شاعر أخذت المركز الثالث. في عندك قصيدة منسيون على قارعة الحرب، تتحدث عن هؤلاء السوريين المهمشين خلال الحرب السورية. فزت بتلك القصيدة بجائزة أو بقلادة الجواهر الذهبية في أستراليا. جميل. طبعا كل في مجال العمودي يفوز شاعر واحد والتفعيلة واحد، وفي مجال النثر يفوز شاعر واحد. أنا فزت في مجال قصيدة التفعيلة بقلادة الجواهر الذهبية، وأيامها كان جواز سفري منتهيا، وكانت ظروف 2017 صعبة لتجديد الجواز، والمدة كانت قصيرة، ولذلك أرسلوا لي القلادة إلى بغداد وإلى أربيل، ومن أربيل إلى القامشلي. مسيرة شاقة. أما عندك أيضا حصلت على جائزة واحة الأدب الكويتية عام 2022 المركز الأول من بين 272 شاعرا حتى ما أذكر. القصيدة كانت عنوانها دمشق حبيبتي. فتصوري أن تفوزين خلال الأزمة بجائزة خليجية وعنوان القصيدة دمشق حبيبتي، هذا أيضا القصيدة دليل أن القصيدة فرضت نفسها عليهم رغم محاولتهم لاستبعادها ربما. صحيح. أنا أقول ربما يعني. جميل جدا. فأما في مجال قصيدة جائزة مانديلا العالمية، طبعا دورة وحيدة وتوقفت باللغة العربية كانت هذه الدورة، لأن تشاد بدأوا يهتمون باللغة العربية، حتى جعلوها مؤخرا لغة رسمية بدل اللغة الفرنسية. طبعا أعلنوا عن جائزة مانديلا باللغة العربية لأول مرة، باعتبارها اعتمدوها اللغة الرسمية في دولة تشاد بدل اللغة الرسمية، ربما لطبيعتهم الإسلامية ومعرفتهم باللغة من خلال القرآن الكريم. هم دولة إسلامية بامتياز، فجعلوا اللغة العربية لغة رسمية، ومن هنا أطلقوا جائزة مانديلا باللغة العربية لمجموعات قصصية مخطوطة ودواوين شعرية مخطوطة وروايات مخطوطة يعني غير مطبوعة تماما. فكانت لدي مجموعة جاهزة بعنوان المستثنى بحبها. حلو. قصائد عمودية وتفعيلة. هاي طبعا محاكاة للمستثنى بإلا. تماما. فتقدمت بتلك المجموعة، فكان عدد المشاركين تقريبا في الشعر مثلا 130 شاعر تقريبا. قبلوا في القائمة الطويلة 80 شاعر. كان اسمي في بداية وفي القائمة 40 كان اسمي في أول الأسماء. طبعا الترتيب لا أعرف إذا كان عشوائيا أو. فبعد فترة أعلنوا القائمة القصيرة من 5 شعراء، وكنت في ضمن القائمة القصيرة ليختاروا 3 بالنهاية. وطبعا كانت في القصة مشاركة أيضا شاعر سورية دخلت القائمة القصيرة فنالت المركز الأول. جميل. ميرفت علي من طرطوس. فأنا طبعا كنت دائما في المقدمة، فتوقعت نفسي أفوز في الجائزة الأولى، ولكن وضعوني في الجائزة الثانية، ووضعوا في المركز الأول السنغالي محمد الأمين جوب. أتوقع لأنه لا يجوز أن يفوز سوريان بالمركز الأول، استبعدوني من المركز الأول إلى الثاني. أكيد وصولك لهالمرحلة بحد ذاته إنجاز عظيم جدا حتى لو ما نلت المركز الأول. طبعا في هذه الفترة كان الرئيس التشادي يدعم المسابقة، هي شركة مانديلا للإعلان والنشر والترجمة. تماما. فتعرض لمحاولة انقلاب أو وفاة أو لا أعرف الظروف، حكوا أنه في ظروف سياسية حدثت في تشاد، فالمسابقة تلكأت قليلا وحصلت تعقيدات. تماما. أكيد الحديث جدا مهم وممتع معك أستاذ علي، لكن كالعادة الوقت ما عم يسعفنا بنهاية هالفقرة.